ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ وفي الحلقه بتاعتنا النهارده احنا هنتكلم عن فيلمين نزلوا مؤخرا، ولكن انا متاخر شويه في الريفيو بتاعتهم. والفيلمين اللي هنتكلم عنهم النهارده هم ذا ويل ونكت ذا كابن. بس في تحذير صغير كده قبل ما نبتدي في الريفيو بتاعتنا، وهي ان الفيلمين دول للكبار فقط وبيناقشوا مواضيع ما تصلحش خالص للاطفال. ومن غير تقديمات كتير خلونا يلا نبتدي بالريفيو بتاعت فيلم ذا ويل لانها مش هتاخد مننا كتير. Where'd you gain all that weight? Someone close to me passed away, and it had an effect on me. فيلم ذا ويل بيتبع حياة شخص بيعاني من السمنة المفرطة وبيحاول يصلح علاقته مع بنت، بس كده هي دي القصة بتاعت الفيلم. الفيلم بتاعنا ده ما يميزه هي الأداءات. الفيلم بتاعنا كله على بعضه كده ما فيهوش غير يمكن 6 أو 7 شخصيات طلعوا وعملوا أداءات كلهم على بعض كده كويسين جدا. أداء براندون فريزر اللي كان قايم بدور الشخصية الرئيسية شخصية شارلي كان أداؤه كويس جدا في الفيلم هنا بصراحة، ولكن الضجة اللي كان واخدها من قبل الفيلم ما ينزل ده بصراحة شيء أنا ما كنتش فاهمه خالص، لأن أداؤه حلو وكل حاجة ولكن ما كانش شيء عظيم قوي للدرجة. في شخصيه تانية برضو كانت طالعه معانا هنا في الفيلم، انا مش فاكر اسمها بالظبط بس هحط لكم صورتها هنا، اللي هي تقريبا صديقته دي او حاجه زي كده. انا كنت مستمتع بوجودها هي اكتر من وجوده في الفيلم بصراحه، برغم ان هو البطل. هو ما ضايقنيش في حاجه واداؤه كان كويس جدا بصراحه، ولكن انا حبيت الاداء بتاع الشخصيه دي اكتر. وكمان في سيدي سينك هنا، هي اللي قايمه بدور بنت تشارلي اصلا، واحده من التيم بتاع سترينجر ثينجز، واللي مبسوط جدا بصراحه انها بدات تطلع اكتر واكتر لان هي فعلا ممثله كويسه، وده اللي بينته كويس جدا في مسلسل سترينجر ثينجز وبالذات في الموسم الرابع. المهم بعيدا عن الكلام ده كله، هي برضو كانت عامله اداء كويس جدا هنا في الفيلم. واكتر من كده اعتقد ان الفيلم ما فيهوش حاجه كبيره الواحد يتكلم عليها، هي قصه بسيطه جدا بتنقل لك معاناه اي حد بيعاني من السمنه المفرطه مع الدخول في حياه الشخصيه دي بشكل اوسع من كده شويه. الاداءات كلها جميله، الفكره كويسه وبسيطه، ولكن الفيلم بصراحه ما يستاهلش الضجه اللي الفيلم كان واخدها. واعتقد ان اي حد هيتفرج على الفيلم من اول دقيقه تقريبا في الفيلم هو هيعرف ليه الفيلم ده واخد الضجه دي للاسف، لانه للاسف الفيلم بتاعنا زيه زي اي فيلم الفتره اللي فاتت دي بيقيم على الاوسكار، هتلاقيه دايما بيركز على بعض الحاجات المعينه اللي يحطها في الفيلم، واللي للاسف دايما بتبوظ تجربه اي فيلم على اي واحد، خصوصا ان الموضوع ده بالذات التركيز عليه هنا كبير في الفيلم، فممكن يستفزك شويه وانت بتتفرج. ولكن لو انت حد بتحاول قدر الامكان ان انت تبعد عن الكلام ده وما تركزش فيه بشكل كبير وبتحاول تستمتع بالعمل وخلاص زي كده، فاعتقد ان الفيلم هيعجبك، ولكن برضه هيفضل واخد اكبر من حجمه من وجهه نظري على الاقل. ونظرا لاني ما عنديش كلام اكتر من كده اقوله عن فيلم ذا ويل، فتقييمي النهائي لفيلم ذا ويل هو 6.5 من 10. وخليكم فاهمين برضه ان ممكن تكون مشكلتي مع الفيلم ممكن تكون مشكله توقعات اكتر من ان مشكله سوء او جوده الفيلم، لان برضو التوقعات اللي انت داخل بيها للفيلم بتفرق جدا في طريقه تقبلك ليه. فانا مشكلتي ان انا كان عندي فيلم الناس عماله تقول افضل اداء ومش افضل اداء والكلام ده كله، والفيلم اتنفخ زياده عن اللزوم وللاسف ما طلعش قد النفخه اللي اتنفخ. ومن غير تطويل كتير بقى خلونا ننتقل على الريفيو الثانيه اللي بعدها على طول بتاعت فيلم ناكت ذا كابن. وفيلمنا اللي بنتكلم عنه دلوقتي ده من اخراج ام نايت شامالان. الراجل ده بيعمل احيانا افلام كويسه واحيانا افلام وحشه واحيانا افلام نص نص، فانت يعني ما تبقاش عارف انت داخل على ايه. الفيلم بتاعنا النهارده خد كلام كتير على انه فيلم سيء، ولكن بصراحه انا استمتعت بالفيلم. فخلونا كده نبتدي نتكلم عن الفيلم واحده واحده علشان ايه يعني نظبط الكلام اللي بيتقال. قصه الفيلم بتاعنا بتتبع اسره عاديه جدا مكونه من زوجين وبنت، والاسره الصغيره دي بيبقوا رايحين في المكان المعزول اللي هم قاعدين فيه ده عشان يحظوا باجازتهم، ولكن للاسف في الوقت ده بيظهر لهم 4 أشخاص بيقولوا لهم ان مصير العالم ونهايه العالم في ايديهم، لان لازم واحد من اهل الاسره دي ياخد القرار ان هو هيموت، ولكن ما ينفعش ان هو اللي ينتحر، لازم حد من بقيه الاسره هو اللي ينفذ العمليه دي ويقتله. وحسب كلام المجموعه دي ان الوقت ما بيبقاش في صالحهم. ومن النقطه دي في الفيلم بنبتدي بقى ان احنا نتابع ايه اللي هيحصل بين الاسره دي وال4 اشخاص اللي ظهروا هيتعاملوا ازاي مع الموقف الغريب اللي اتحطوا فيه بشكل مفاجئ. بصوا اولا كده الفيلم بتاعنا الاجواء بتاعته كانت كويسه بصراحه، اجواء التوتر والقلق والحاجات اللي زي دي كانت معموله بشكل كويس جدا، وساعدها جدا في الموضوع ده طبعا الموسيقى. برضو احنا احداث الفيلم بتاعتنا بدات بشكل سريع جدا، احنا تقريبا من اول دقيقه في الفيلم والشخصيات بتبتدي تظهر والاحداث بتبتدي تحصل على طول. وعلى جانب الشخصيات بقى فاحنا عندنا هنا شخصيات كتيره جدا وتقريبا كلهم اداءاتهم رائعه. ال4 اشخاص اللي كانوا طالعين دول برضو كانت اداءاتهم جامده جدا، ولكن انا عايز اشيد باداء واحد فيهم بس لاني بحبه جدا، وهو ديف باتيستا. وانا بحبه جدا بصراحه لان انا شايف ان هو يمكن يكون من احسن الناس اللي سابت المصارعه واتجهت للتمثيل، وده بيبان جدا على فكره من التنوع اللي هو بيحاول ياخده في ادواره. هتلاقوه خد اكشن وخد دراما وخد فانتسي وخد فيلم زي الفيلم اللي معانا النهارده، وبيحاول دايما ان هو يجرب حاجات
حاجات كتير، وده شيء بصراحه يحترم عليه جدا. وهنا برضو اداؤه عاجبني جدا وحضوره كويس جدا وكاريزما بصراحه. ولكن بصراحه بقى المفاجاه اكتر من ديف باتيستا ومن اي حد تاني هنا في الفيلم هي البنت الصغيره اللي هنا في الفيلم. ادائها يا جماعه خرافي. احنا عندنا ناس هنا في مصر ما بتعرفش، يعني ناس كبيره كده كمان في السن والمفروض مخضرمين والكلام ده كله، ما بيعرفوش يطلعوا اداء بالحلاوه دي. البنت عماله تتفاعل وتعمل اداء وتتوتر وتعيط وتنبسط وتفرح وتعمل كل حاجه بطريقه سهله وبسيطه ومقنعه جدا. ونظرا لقله المواهب في الاطفال اللي بتخلينا قليل جدا ما بنطلع باطفال اداءاتهم كويسه جدا بالذات في السن ده، لان في اطفال تانية يعني في سن اكبر شويه بيبقوا كويسين برضه، لكن في السن ده اعتقد ان احنا ما شفناش حد يقدم اداء بالطريقه دي. يمكن كانوا قليلين قوي عبر التاريخ اللي قدروا يعملوا حاجه زي دي، ولكن يعني اعتقد البنت دي واحده منهم. انا ممكن ابان دلوقتي ان انا ببالغ، ولكن انا اداء البنت الصغيره دي عجبني جدا ويمكن يكون ادائي المفضل في الفيلم كله اصلا. بعيدا بقى عن الاداءات وعن الاجواء اللي اتكلمنا عنها من شويه، انا برضو يعني اي نعم انا استمتعت بالفيلم، ولكن عندي معاه بعض المشاكل الصغيره كده. خلونا نبتدي نتكلم فيه. الفيلم برغم ان هو ريتد ار والكلام ده كله، ولكن الفيلم حسيته متحفظ شويه في قدر الدمويه اللي بيظهره لنا، لان الفيلم على فكره فيه محتوى عنيف كتير وجريء كتير وشويه دموي، ولكن حسيته دايما ان هو متحفظ شويه في موضوع الدمويه ده. وبصراحه يعني انا ضد الموضوع ده بقى. يعني انت مقدم لي فيلم ار ريتد والفيلم عنيف، فيعني انا عارف انه فيلم للكبار فقط واوريدي في عنف بيحصل قدامي، فليه بقى يعني ما تورينيش الموضوع ده علشان اقدر يعني اتصدم اكتر. يعني اعتقد انت لما بتسمع الحاجه غير لما تشوفها، دايما بيبقى تاثير ان انت تشوف الحاجه قدامك بيبقى اقوى. وبالتالي انا هنا في الفيلم انا عارف ايه اللي هيحصل وسمعت الصوت ويمكن اكون شفت الحركه كمان والكلام ده كله جميل جدا ما عنديش مشاكل، ولكن انا ما شفتش اي حاجه تانية بتحصل. انا عايز اشوف الحاجه بتحصل قدامي علشان تزود من واقع الصدمه عليا، ودي يمكن تكون من اكبر مشاكلي هنا مع الفيلم. برضو هنا في حاجه غريبه في الفيلم، ان الفيلم تحسه البيك بتاعه التوتر بتاعته جت وخلصت بدري، وفضلنا بعد كده قاعدين في خط واحد بس ماشيين عليه. يعني بدون حرق مثلا في حاجه معينه حصلت في اول الفيلم، الحاجه دي هي اللي تسببت في رفع التوتر في الاحداث بتاعه الفيلم وخلت الاحداث نفسها تتسارع وتبقى الدنيا سخنه شويه كده وحلوه وبسمسم، ولكن بعد كده الدنيا بتهدى خالص وبنفضل ماشيين على نفس الريتم لغايه النهايه. وده شيء بصراحه ما كانش عاجبني، لان الفيلم كان عنده امكانيات كتير ان هو يعمل اكتر من كده بكتير ويزود التوتر ويزود القلق ويسخن الاحداث اكتر من كده شويه، ولكن للاسف هو ما عملش كده. لان اعتقد ان اي حد هيتفرج على الفيلم ممكن يعتبر ان السيكونس بتاع البدايه هو السيكونس المفضل بالنسبه له، بالمشهد الافتتاحي اللي فيه باتيستا، بعد كده بالسيكونس اللي حصل كله على بعضه. يعني حاجه بصراحه كانت حلوه جدا وكان فيها تصاعد حلو جدا في الاحداث، ولكن بعد كده كل حاجه بتحصل كانت متاخده في السيف زون بطريقه مش طبيعيه. تقريبا الفيلم بتاعنا ما كانش عايز اي حد من الابطال يبان بصوره مش كويسه، وبالتالي كمان ودي حاجه برضو سيئه جدا ان هو تقريبا كده خد القرار من ايد اي حد بيعمل اي حاجه. وده اللي هيخليك انت كمشاهد لما تيجي تحاول تحكم على شخصيه معينه من تصرفاتها، انت مش هتقدر تحكم عليها لان التصرف ده اتاخد من ايدها اصلا. وكمان وسط الاحداث بتاعتنا في صدفه غريبه كده الواحد مش فاهم بصراحه هم حطوها ليه. من وجهه نظري انا حاسس ان هم حطوها علشان يلعب مع المشاهد شويه ويقول لك طب ده ممكن يكون في كذا بيحصل او كذا تاني بيحصل، ولكن بصراحه هي بتبقى لعبه خيبانه قوي والموضوع بيطلع كله على ما فيش. انا عارف ان الكلام اللي قلته دلوقتي يبان ان الوحش في الفيلم اكتر من الحلو، ولكن بصراحه انا استمتعت بالفيلم كتجربه كامله كده على بعضه وانا استمتعت بيه. ولكن للاسف الفيلم لما تيجي تتكلم عنه هتلاقي ان في مشاكل كتير. يمكن اللي شال الفيلم بالنسبه لي كثره وجود ناس قادره تعمل اداءات كويسه وتجذب انتباهك للفيلم، ده غير طبعا السيكونس بتاع البدايه اللي خلى الواحد كده يقول ان الفيلم ده ممكن يجي منه حاجه. فعشان الكلام ده كله بقى تقييمنا النهائي الفيلم نوك ات ذا كابن هو 6 من 10. التقييم هنا يبان مش عالي، ولكن انا عن نفسي ارشح الفيلم ده اكتر من فيلم ذا ويل، لان انا شايف ان الاثنين كويسين، بس واحد اتنفخ زياده عن اللزوم وواحد فيه مشاكل كان ممكن يتجنبها، ولكن مش اكتر حاجه تبوظ تجربه المشاهده بالنسبه لي على الاقل. على فكره برضو فيلم نوك ات ذا كابن برضو في نفس المشكله بتاعت الاجندات اللي اتكلمنا عنها في فيلم ذا ويل. وبس كده، دي كانت كل حاجه عندنا في حلقه النهارده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا منها باي حاجه. وبس كده، لو كانت الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس وتعدوا على اللينكات الموجوده تحت في الديسكربشن. وكالمعتاد انا معكم مارو من مارو ريفيوز، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.